اللي كيعرف قبل البطوله الافريقيه الفريق ديالو برشلونه كان رافض انه يشارك رفض المنتخب المغربي في تظاهره. كيفاش خليتي عصام، كيفاش خليتي عفوا عبد الصمد الزلزولي مركز في البطوله، خاصه كنشوفوا التالق ديالو ودا هداف الدوره؟ هي تكلمنا من طبيعة الحال قبل، وهو قال لي كوتش انا بغيت نرفد ديك الكوبا، بغيت نطلعها. ويعني مفتخر انه مغربي، ومفتخر لاننا حنا ماشيين في اتجاه يعني الاتجاه اللي خصنا نمشيو فيه هي للامام. وصراحه يعني عبد الصمد نهنيه من هذا المنبر، وصراحه كان عميد اللي تقدر تكل عليه وقت الضحك ووقت الخدمه. وهذا الشيء اللي كان الواحد اللي كيلعب في مستوى عالي كيفهمها. ما تبقاش في ذاك الضحك، عندك الوقت اللي ديال العمل. والحمد لله يعني صراحه دار واحد العمل كبير، ونهنيه من هذا المنبر. والكوتي ديال برشلونه ديال الفريق ديالو كان رافض. هذيك الرئيس سي فوجي القجع هو اللي كان متكلف بداك الشيء، وحنا عارفين بان لما هو يتكلف بواحد الملف غادي يديرها بطريقه جيده. والحمد لله هو اللي بعد علينا ديك الضغوطات ديال البارسا. يعني سي عصام كنتي انت وربان سفينه، انت اللي كنتي كتاثر اللاعبين، شنو الميساج اللي كنتي كتعطي لعصام الزلزولي باش يبقى مركز؟ خاصه كنشوفوا ان كاينين بعض اللاعبين اللي اختاروا الفرق ديالهم ما اختاروش يشاركوا مع المنتخبات. هذاك اختيار، ولكن كما قلت لك عبد الصمد من النهار الاول اللي هضرت معاه في التليفون قال لي انا مقتنع، وخصوصا لما تشوف اللعابه اللي كانوا مع الفريق الاول. انا اللي اهم حاجه خصهم يكونوا مقتنعين وباغيين يجيو ويديروا واحد الدفع للفريق الشاب اللي عندنا، وبليزيكسبيريونس ديالهم بالخبره ديالهم يعاونونا باش نزيدوا للامام. هذيك هي البدايه. يعني الا ما كانش ديك الرغبه ما يحتاجش يجيو، يبقاو، ما كاين حتى شي مشكله. كاين لعابه موجودين، الناس الاولاد اللي باغيين يخدموا، ولكن بالعكس لا هو لا بلال لا صلاح لا كلشي اللعابه يعني اللي كانوا مع الفريق الاول جاوا وداروا ديك الدفعه، وكان عندهم ديك الاكسبيريونس اللي زادوها في الفريق.